أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذي الأعزاء والأوفياء، جميع الطلبة والتلاميذ وحتى أولياء الأمر اللي راهم يتابعوا فيا. مرحبا بكم جميعا. والله العظيم ولادي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم راني نصور هذا الفيديو كما نقول لكم، والفرحة اللي راهي فيا راهي لا توصف، لانه كما كنت قلت لكم والحمد لله كنت بشرت بالخير، والدلائل راهي امامكم يا جماعه الخير. انه قلت لكم باللي دوره 2024 سواء كانت بيام ولا باك راهي رايحه تكون سهله يا جماعه الخير، نظرا الى مستوى التلميذ ضعيف. الدليل على ذلك موضوع اللغه العربيه الذي يعني بشر كل التلاميذ تاع البيام بالخير، وكذلك موضوع الفيزياء يا جماعه الخير راهو يبين امامكم مدى سهولته يا جماعه الخير. وحاول يا جماعه الخير معناتها عطاو لهم كل شيء سهل، كل شيء سامبل، كل شيء بازيك اللي قرا يدي اللي سيرتو التلميذ الممتاز يضمن العلامه الكامله، التلميذ المتوسط يقدر يدي حتى 17 18 في هذا الموضوع، وضعيف يدي هذيك 12 13. انا قلت راح نعاود، وهذا فال خير ان شاء الله، وان شاء الله تكون يعني كما نقولوا احنا بشرى ساره لبكالوريا 2024. اسال الله عز وجل يكون المواضيع تاعكم تكون سهله في متناول الجميع يا جماعه الخير، والدليل امامكم في بيام في دوره 2024 ولا لا. بالله عليكم موضوع اللغه العربيه كان من اسهل المواضيع في دوره البيان، عفوا عطاو لهم على النظافه. واضح او لا؟ معناتها الانسان يكون عنده افكار، يكون عنده استطلاع على الموضوع، لانه احنا من بكري نقرركم على النظافه، عندكم افكار في الوضع الادماجيه. معناتها هناك بعض التلاميذ سوف يبدعون في الوضع الادماجيه في اللغه العربيه. النص سهل، ما فيش اسئله معقده، ما فيش اسئله مخفيه. وكذلك موضوع الفيزياء يا جماعه الخير موضوع سهل جدا، ما فيه حتى تعقيد، خاصه في الجزء الثاني في الوضع الادماجيه على 8 نقاط يا جماعه الخير. معناتها هذه عطاو لكم المعادله، عطاو كل شيء يا جماعه الخير. معناتها اللي عليك انت فقط تروح بشويه فهمه ونخلي فهمك للسند راك رايح تجاوب. معناتها واش حبيت نقول؟ بيام 2024 مبروك عليكم ولادي، ان شاء الله نستناو النتائج تاعكم الممتازه باذن الله تعالى في البيام باذن الله، خاصه التلاميذ اللي قراو وتلاميذ بكالوريا 2024. شدوا الهمه، ما بقالكمش بزاف ولادي، 3 ايام 4 ايام وانتم كذلك ان شاء الله تفرحوا وراه يجيكم الفرح الكبير باذن الله تعالى. قولوا امين، لعل وعسى نكونوا في ساعه استجابه يا جماعه الخير. ان شاء الله ربي ينجحكم، ربي يوفقكم بكالوريا 2024. وانا قلت وعاود انه اللي ما قراش في بكالوريا 2024 راه رايح يندم، باسكو باذن الله تعالى يا جماعه الخير ما راحش يكونوا المواضيع ذات مستوى عالي. كنقول لكم ما راحش يكونوا ذات مستوى عالي، راح يكون في متناول التلميذ المتوسط. ضعيف يخدم، المتوسط يخدم، والممتاز راه يبين الله يبارك عليه يخدم. اسال الله عز وجل النجاح والتوفيق لكم. شدوا الهمه، رجعوا الاساسيات تاعكم، وربي يوفقكم وربي ينجحكم باذن الله تعالى. وعلى بالي بلي كاين بزاف تلاميذ ما صدقونيش كي قلت لهم بلي المواضيع راح تجي سهله، لكن يا جماعه خلينا كي قلت لكم راح تجي مواضيع سهله، لان هناك احصائيات وهناك دلائل وهناك مؤشرات اللي تبين انه هذا السنه راح يكونوا مواضيع سهله نظرا لمستوى التلميذ الضعيف. وعلى بالكم بالشحال اصلا كاين مترشح هذه السنه في دوره بكالوريا 2024 اكثر من 900 الف مترشح. واضحه ولا لا؟ معناتها هذا دليل يا جماعه الخير انه المواضيع راح تكون سهله باش يطلعوا كلهم للبكالوريا باذن الله تعالى. وصدقوني باذن الله تعالى هذا العام الفرح باذن الله تعالى. ولادي بناتي ادعوا لي كذلك بالنجاح والتوفيق في حياتي، واسال الله عز وجل النجاح والتوفيق لكم. والامهات، كلامي موجه للامهات تاع البيام وتاع الباك، يعني كما نقولوا احنا ابشروا، راح يكون ان شاء الله تعالى عام خير باذن الله تعالى في كل المواد وفي كل الاطوار باذن الله تعالى. واضحه ولا لا؟ اسال الله عز وجل النجاح والتوفيق لكم. نتلاقاو باذن الله تعالى في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ولادي بناتي. واسال الله عز وجل النجاح والتوفيق. شدوا الهمه ولادي، شدوا الهمه، شدوا الهمه، وباذن الله تعالى راح تنالوا النجاح تاعكم وثوره التعب تاعكم في نهايه السنه باذن الله تعالى. يعطيكم الصحه، نتلاقاو في ساعه الخير.